الأهلي بطلا للدوري المصري للمرة ال44 في تاريخه، وبعد أو لا يزال في سلسلة اللا هزيمة برصيد 20 مباراة متتالية في سلسلة الفوز. محمد مجدي قفشة، يعني عريس الليلة سبحان الله، اللي بقاله 3 ماتشات ما بيلعبش وقاعد سبحان الله، هو ربنا عاوز كده. يعني قدرات ربنا اللي محدش يعرف يقول ليه ولا ازاي ولا اي حاجة. من لاعب قاعد على الدكة وزعلان وغضبان يبقى هو عريس الفرح النهاردة، ويبقى هو صاحب الهدف، برغم الاهلي كان عايز التعادل ويكفي التعادل، ولكن هدف فوز بطعم جميل. زي ما احنا عارفين الاهلي مش عاوز يزمن، عايز نقطة لا لازم يبقوا 3، عايز هدف لا لازم يبقوا 2. هو سبحان الله، هو طبيعة في الأهلاوية كده. على العموم ألف 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 مبروك النادي الأهلي، وألف ألف ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي. وفي المقابل بقى، في المقابل حركة مش عارف أول مرة يعني تعمل من أحمد سامي بصراحة. إن أنت سبت الفرقة وخرجت كده، مش عارف يعني. أنا شايف الماتش ماشي عادي جدا وما كانش فيه أي حاجة ولا أي مشكلة، وأنت عامل جيم 10/10 أنت واللعيبة. لكن الحركة ديت الله أعلم، أنا مش عارف هو كان رايح لحد والكاميرا ما كملتش معاه، ولا هو خرج ونزل تحت في غرف خلع الملابس، معرفش. بس هي الكاميرا جابته وهو ماشي، فطبعا دي حركة بجد بجد يعني. مش عارف احمد سامي كملت لغاية تحت، ولا هو كان رايح يعمل حاجة معينة وراجع تاني، الله اعلم. لكن على العموم بهدف محمد مجدي قفشة، الاهلي بطلا للدوري رقم 44 في تاريخه. وحاجة بس معلومة صغيرة كده او حاجة تنبيه، كل الناس كانت بتقول الاهلي جه من بعيد. يا جماعة جه من بعيد ازاي؟ الاهلي كان عنده مؤجلات، الاهلي كان عنده مؤجلات. ومش عارف ليه من المرات القليله، او يمكن دي، او لا دي تاني مره. قبل كده كان في مره 2020 تقريبا، ساعه ما امير مرتضى منصور كان هو الاول وقال ده المنافس بتاعي هو بيراميدز السنه دي نفس الدوري ده. ولكن ازاي الناس ما كانتش حاسبه الماتشات المتاجله دي؟ كانوا مقتنعين مثلا الاهلي هيخسر فيها، ولا مقتنعين ايه يعني؟ انا نفسي افهمها. الناس كانوا بيقولوا الاهلي بعيد ليه عن اللقب السنه دي؟ عشان خاطر المؤجلات دي ما تحسبتش، حتى انت ما حسبتهاش تعادل، ما حسبتش ان الاهلي ياخد ماتشين مثلا تعادل والباقي يفوز والكلام ده كله، ولا ايه؟ على العموم الف 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 مبروك، كالعاده الاهلي بطلا للدوري، وهنخليها ان هو كان قادم من بعيد. والف مبروك للاهلي وجماهيره والادارته ولاعيبته. ويا رب بقى اللعيبه تستريح شويه، واللعيبه اللي ما خدتش فرصه تثبت نفسها، واللعيبه اللي عايزه تثبت نفسها في الاهلي مش بالاسم، بالمجهود، قدامها 3 ماتشات جايين تأدي فيهم. وربنا يا رب يكتب الخير للجميع، والف الف الف مبروك لجمهور النادي الاهلي كله.